أما بعد، أصحاب الفضيلة، أساتذتي الكرام، الإخوة أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العلماء الأفاضل، طلاب العلم الشريف، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أهنئكم جميعا، أبارككم بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على اختيارهم هذا الموضوع المهم في وقتنا الحالي الذي تعيش فيه أمتنا أزمة المعنى، والتي تنعكس بدورها على الروح، روح الفرد والمجتمع والأمة على حد سواء. ولا طريق أنجع من العودة إلى الذي بث الروح في أمتنا أساسا، منهج الكتاب والسنة. لكن منهج الكتاب والسنة ليس منهج الظاهر فقط، ولا منهج مجموعة بعينها فقط، بل هو أيضا روح كل الحركات العلمية والصوفية والتربوية والتزكوية على مر العصور. دعوني أكون صريحا معكم في البداية، أنا لم أختر عنوان كلمتي هذا، وإن كنت قد اخترت مضمونها، فقد اختاره أستاذنا وصفي عاشور أبو زيد. وعندي تحفظات على مصطلح التراث الروحي، التراث الروحي للأمة، الذي اختير جزءا من عنوان الكلمة وعنوان المؤتمر. بل إن لدي تحفظا على حساسيتنا المفرطة أحيانا في استخدام مصطلحات تشمل حيزا كبيرا ضمن تراثنا الإسلامي بالعموم، مثل حساسيتنا الطارئة نحو مصطلح التصوف والصوفي، ومصطلح علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق وغيرها، فصرنا نستبدلها بمصطلحات أخرى نعتبرها أقرب للصواب، وهي في الحقيقة تبتعد عن المعنى الذي حمله المصطلح لمئات السنين. فكل مصطلح كما تعرفون أيها الأفاضل يحمل معنى متراكبا كونته السنوات والتجارب والأدبيات والنقودات وغيرها. ومجرد تغييرنا للمصطلح للهروب من بعض التهم الموجهة إليه لا يعفينا من مسؤوليتنا تجاه المصطلح ولا أدبياته ولا تاريخه الذي هو تاريخنا جميعا. ليس لدينا تراث روحي وآخر عقلي وآخر فني، لدينا تراث جامع شامل ولها ميزان لا يمكن فصل أجزائه عن بعضها. وبدلا من استخدام التراث الروحي أو التزكية، وتزكية كلمة قرآنية، فلنعد لاستخدام الكلمة المستخدمة فعلا، ألا وهي علم التصوف. علم التصوف فهو علم له مؤلفاته وقواعده ومستنداته، وهو يمشي جنبا إلى جنب في تاريخنا مع علوم الإسلامية عامة. فمن الإيمان جاء علم الكلام، ومن الإسلام جاء علم الفقه وأصوله، ومن الإحسان يأتينا علم التصوف. الإحسان بشقيه: إحسان الله إلى العباد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإحسان العبد في علاقته مع الله أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلاصة أقول في البداية علينا أن ننقذ هذا التراث من بين الإفراط والتفريط ومن بين الخرافة والجرافة. وإخواننا زعموا أنهم هدموا الخرافة بالجرافة، ولكن تحولت الجرافة إلى الخرافة. لأجل هذا علينا أن نصر على علم التصوف. هذا رأيي، أعتذر لو أتجاوز الحد. تعود أصول المدارس الصوفية إلى حركة الزهاد التي بدأت بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين، فرأوا منها ما لم يعهدوه من أساليب الراحة والدعة، وحازت الدنيا على نصيب كبير في قلوب الناس، فصار أولئك الزهاد سفراء أصل السعادة، يحاربون توجه الأمة للدنيا، فهاجموا طغيان الأمراء وظاهرية الفقهاء وجدلية المتكلمين وشكلية العابدين وروائية المحدثين، ودعوهم جميعا إلى العودة إلى إصلاح الجوهر بدل المظهر، وحدثت بينهم نقاشات ومراسلات كثيرة لا مجال لذكرها هنا. ولو أننا مررنا مرورا سريعا على تعاريف التصوف عند العلماء في ذلك الوقت المبكر نسبيا، لوجدنا أنها تدور حول الارتقاء من البشرية إلى الإنسانية، ثم من الإنسانية إلى كمال الإنسانية، ولهم مشروع تحت عنوان الإنسان الكامل، ألا وهو الإحسان. فالإمام معروف الكرخي مثلا، وتوفي في السنة 200 الهجرية، يقول: التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في يد الخلائق. وبشر الحافي يقول بعده 20 سنة توفي: الصوفي من صفى قلبه لله. والسحنون المحيط يقول: التصوف أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء. وأما الإمام الجنيد رحمه الله، قد أشار أستاذنا علي قرداغي، فقد كان علامة فارقة في تاريخ التصوف، فقد أصل أصوله وقعد قواعده ورسم طريقه منضبطا بالكتاب والسنة، وقد عرف التصوف قائلا: أن تكون مع الله بلا علاقة، ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع. الصوفي كالأرض يرزح عليها كل قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليح. التصوف أن يختصك الله بالصفاء، فمن صفى من كل ما سوى الله فهو صوفي. وهو صاحب المقولة المشهورة: لو رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فلا تعبأوا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ومشى على منهجه منهج التصوف الراشد معظم المتصوفة والزهاد إلى يومنا هذا. وحتى مولانا جلال الدين الرومي ويقول له رباعية مشهورة: بطاعة دين بهشت رحمن مثلا، بدون إطاعة الدين لا تطلب جنة الرحمن، بخاتم حق ملك سليمان مثلا، بدون حصول خاتم سليمان لا تطلب ملك سليمان، لا تطلب ملك سليمان. شون عاقبت كار أجل خواهد بود، ما دام يعني العاقبة لكلنا هو الموت، الأجل
آزار دلی هیچ مسلمان مثلا لا تنكسر قلب أي مسلم، لا تطلب انكسار قلب أي مسلم. وهكذا كانت حركة الزهد في ذلك الوقت تركز على فكرة الوصول إلى حقائق الأعمال والاعتقاد بدلا من التركيز على هيئتها وشكلها، وكانت تنمو بشكل موازي للحركة الفقهية والعقدية، إلى أنها بدأت تنتج منهجها ومفاهيمها وأصولها في القرن الثاني والثالث الهجري. فقد رأوا أن علم الكلام يركز على المعرفة دون العمل، والنظرية دون التطبيق، وأن الفقه يركز على ظاهر العمل دون حقيقته. فلا بد لعلم التصوف إذن أن يكون العلم الذي لا يركز على شكل العمل فقط، بل على معنى العمل، ولا يركز على هيئة الاعتقاد ونصه، بل على المعنى الذي يدور حوله الاعتقاد. فقالوا مثلا أن معرفة الله لا تعرف بالاستدلال فقط، بل تعرف بالتجربة العملية، وهو ما سموه بالاستبصار. لقد كان للتصوف أثر كبير في الدعوة للإسلام، لا سيما من هذه الناحية علينا أن نركز على تاريخ نشر الإسلام في العالم، ودور هذه الحركة، هذه المدرسة في نشر الإسلام في العالم. فبلادي بلاد أناضول هذه لما كانت في أيدي البيزنطيين، بعث أحمد اليسوي من آسيا الوسطى من ما وراء النهر دراويشه إلى هنا ليعلموا الناس الإسلام، فكان تمهيدا لفتح البلاد. ومحمد الفاتح مع جيشه فتح إسطنبول، ولكن كان له ممهدات، نعم. وفي دول البلقان في قبل سنتين أنا زرت جبل شامخ في بوسنة، فرأيت هناك قبر قبل 1100 سنة، 1100 سنة، يعني قبل فتح بوسنة 100 سنين وصل إليها الإسلام بأيدي هذه الزهاد والصوفية. وغرب إفريقيا ووسطها وإندونيسيا وماليزيا وغيرها كلها بلاد كان للصوفية أكبر الأثر في إدخاله إلى دين الله أفواجا. والتجار المسلمون الذين جابوا الأرض يدعون إلى الله تعالى بأخلاقهم وتجارتهم. وفي الحقيقة دور التجار في نشر الإسلام أحيانا نقول أكثر من دور العلماء والفقهاء. لماذا؟ هم ذهبوا إلى تلك البلاد بالحلال والأخلاق قبل الإيمان والإسلام، وبطريق الحلال والأخلاق هم تعرفوا على الإسلام، وهم أبناء هذا المنهج المتكامل الذي يجعل الحياة كلها بيقظتها ونومها، بدينارها ودرهمها، بحياتها ونسكها جزء من حياة ربانية كاملة لا انحياز عنها، وهو ما جعل أولئك التجار مؤثرين إذ رآهم الناس وقد اتحدت أقوالهم وأفعالهم وطابقت نظريتهم تطبيقهم، وهو ما يسوقنا إلى علاقة الأخلاق بالتصوف. عندي كلام طويل عن لا سيما منهج الاستبصار، وهذا فيلسوف المغربي طه عبد الرحمن هو يحاول أن يؤسس أصول ومنهج لعلم التصوف مع الاستنباط في الفقه والاستدلال في الكلام والاستبصار في التصوف
ويحاول أن يجمع بين هذه المناهج لكي نفهم نستفيد من التصوف. حتى إمام الغزالي في مقدمة الإحياء هو يركز لماذا سمى كتابه بإحياء علوم الدين كما تعرفون، ويقول لأنه مات العلم وبقي من العلم 3 أشياء. الأولى فتاوى حكومة تستعين به القضاة، والثاني الجدل للمباهات، الجدل يباهون الناس به مع بعض، والثالث الوعظ المزخرف يستغلون به الناس. وقبل أشهر أنا قرأت هذا النص على الطلبة بدون أن أذكر صاحب المقولة يعني، فقلت أنا أقول لك أنا سأقرأ عليكم نص مات العلم بقي منها 3 أشياء: الفتاوى حكومة والجدل والوعظ المزخرف. فقلت وما ظنكم متى كتب هذا النص؟ قال هذا يشبه في الأسبوع الماضي أنت كتبت. فقلت لا، هذا كلمات الإمام الغزالي في مقدمة إحياء علوم الدين. ونحن أود أن نختم. نحن نعيش اليوم أزمة كبيرة متعلقة بأساس التدين وعلاقته بالعالم. التدين بدأ أن لا ينتج الأخلاق، هذه مشكلة كبيرة. ونعيش موجة شنيعة من المادية والعلمانية التي لا تبقى على معنى للوجود سوى الجسد. وأنتم تعرفون مسجد بايزيد، وباني هذا المسجد نحن نسميه ببايزيد ولي، هو من الصوفية. مر على تكية صوفية وتبدل لباسه وجلس مع الدراويش، وأعجب كلمة الشيخ وجلس في مجالس الذكر وتردد عليه مرات، ولكن اليوم الثاني أو الثالث كلهم فهموا أن السلطان والخليفة هو بدل لباسه وهو يجلس معهم. وبعد شهر أو شهرين هو جلس مع الشيخ فقال يا شيخ هل تعرفني؟ قال نعم أنا أعرفك. قال والله أنا حبيت كلمتك وحبيت هذا الدراويش ومجالس الذكر ما شاء الله، ولكن ما دام يعني أنا ترددت عليكم أرجوكم أن تطلب مني شيء. أنا سلطان دولة عثمانية وأنت شيخ وصاحب تكية، أرجوك أن تطلب مني شيء. قالوا أرجوك شيء واحد، أرجوك أن لا تجيء إلينا مرة واحدة، مرة أخرى لا أريد أن أراك هنا بيننا. قال لماذا؟ يعني هل حصل مني أي خطأ أو؟ قال لا والله نحن كنا نذكر الله سبحانه وتعالى ولا يوجد شيء في قلوبنا سوى الله حتى مجيئك إلى هنا بيننا. وإذا فهمنا السلطان بيننا وبدأ يدخل إلى قلوبنا بعض الدنيا. نعم. وهذه الوجودية والعدمية والعبثية التي تلعب بنا لن يكون لها من دواء إلا الرجوع إلى عالم المعنى. ونحن في تراثنا الإسلامي نسمي المدرسة التي تمنحنا المعاني بالتصوف. وأود أن أختم كلمتي بكلمة الإمام عبد القادر الجيلاني
في أبيات لطيفة ربما تلخص كل ما نريده في الإمام الزاهد. إذا لم يكن للشيخ 5 فوائد وإلا فالدجال يقود إلى الجهل. عليم بأحكام الشريعة عارفا ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل، ويظهر للوراد بالبشر والقرى، ويخدع للمسكين بالقول والفعل. فهذا هو الشيخ المعظم قدره، عليم بأحكام الحرام من الحل. لهذا طلاب الطريق يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل